السلام عليكم اعزائي. في هذا الفيديو غادي نمشي نشوفوا بعد التعادل التاريخي بين المغرب والبرازيل في اول ظهور لهما في كاس العالم 2026. تعادل بطعم الفوز بالنسبه للمغرب امام منتخب مفرقع الخزينه ديالو بالكؤوس ديال العالم، وجاب لنا كذلك الاساطير ديالو سي باجيو وداك السي كاكا والظاهره رولاندو، وواقيلا حتى رولاندينيو راه كان كينقز تمايا، وزين الدين زيدان والعائله ديالو تما. المهم شلا الناس الزوج يشجعوا المنتخب البرازيلي. انا ما عرفتك زين الدين زيدان واش كان كيشجع واش المغرب ولا البرازيل، شواك الافريق قال لك اسيدي راه كيشجع البرازيل، والله اعلم. واخا راه زين الدين زيدان اسطوره فرنسيه ماشي جزائريه، والسي فينيسيوس يعترف بالحميه. واش حميه؟ قال لك اسيدي المغاربه راه ربجوه ودوخوه. وكذلك السي ويبي قال واحد الكلام مهم. خوتي ما نطولش عليكم، خليكم تشوفوا هذا النقاش الممتع. برازيل ولا مغرب؟ برازيل اكيد. برازيل. حسب فهمنا القضيه العربيه. برازيل ولا مغرب؟ اكيد برازيل. برازيل ولا مغرب؟ مغرب. ليش؟ لأنه عربيه. برازيل ولا مغرب؟ لا مغرب. ليش؟ شيء اكيد المغرب قبل ابون. برازيل. بس المغرب عرب. لا نحن اصولنا برازيل. Et du coup mon frère, pour le Maroc demain, comment tu vois les choses déjà contre le Brésil? Non, ils vont gagner le Brésil aussi. Le Maroc? Ah oui? Non, c'est des champions aussi. Le Maroc c'est des champions. Mais non, ils vont gagner le Maroc. Oui. Non mais c'est l'Afrique qui joue. Quand l'Afrique joue avec d'autres pays, nous on supporte l'Afrique. Le Maroc va gagner contre le Brésil, Inch'Allah. Moi mon frère, je suis haters de la sélection marocaine, je suis pour le Brésil. Ouais. Parce que moi je suis en rivalité sportive avec le Maroc. Ouais. En 2004 ils m'ont fait pleurer. Ouais. Je suis sorti en quart de finale. Ouais. En 2011 ils m'ont mis 4-0, je pourrais jamais les supporter. Moi c'est ça que je supporte. Brésil. لقاء تاريخي للمغرب ينتهي بالتعادل بهدف لمثله بعد أن قدم المنتخب المغربي مباراة كبيرة أكدت أنه في مصاف الكبار على المستوى العالمي، فقط للتعادل لأنه كان الطرف الأفضل خاصة في الشوط الأول من هذه المباراة. المباراة جاءت أمام أعين أساطير البرازيل كاكا، روبرتو كارلوس ورونالدو. كاكا يمتلك لقب 2002 مع البرازيل وكذلك روبرتو كارلوس، بينما يمتلك الظاهرة رونالدو لقبين. كان حضرا مع المنتخب عندما توج بكأس العالم في أمريكا 94، كان صغيرا وبديلا، ثم كان نجما منفردا لفوز البرازيل في مونديال كوريا الجنوبية واليابان إلى جانب ريفالدو كذلك الذي قدم بطولة أسطورية ورونالدينيو وكثير من النجوم. دعونا نبدأ مع رومان سايس بالتحدث عن هذا التعادل الذي أكد من خلاله المنتخب المغربي أنه يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم وقادر على مقارعة كبار العالم. Oui, je pense qu'aujourd'hui on a فعلا أظن بأننا اليوم كنا حاضرين لهذه الدعوة. كان هناك انتظارات كبيرة جدا على هذا المنتخب المغربي، والمنتخب أبرز وجها شارقا اليوم خاصة في الشوط الأول. كان الأمر ربما أكثر تعقيدا في الشوط الثاني بصراحة، ولكن رغم ذلك بقى الفريق هادئا وحافظ على هذه النتيجة. لذا بالنسبة لمباراة الأولى أكثر من إيجابي، بل مشجع للغاية بالنسبة لبقية المسار. هذا يكون قاعدة عمل بالنسبة لما تبقى للمنافسة. نقطة جيدة لأنها تبقى نقطة ضد البرازيل الكبير. هناك الكثير من الإيجابيات يمكن أن نستنتجها من هذه المباراة، وسيمكن الفريق بالتأكيد من أن يدخل باقي المنافسة بالكثير من الثقة. الآن نستمع للسيد محمد وهبي مدرب منتخب المغرب متحدثا بBeIN Sports مع باسل بعد نهاية هذا اللقاء. الشوط الأول كان استثنائيا من قبلكم. استثنائي كلا، كانت هذه الخطة نحن فعلنا ذلك سابقا، فعلناها أمام النرويج وفي العديد من المرات قمنا بالأشياء كما يجب وكما خططنا لها. ولكن بالتأكيد أنا واجهت كارلو أنشيلوتي، لذا الأمر ليس بسيطا بالمرة. في الشوط الثاني أراد أن يؤخر قليلا، ربما نظرا لكي يبحث عن الثنائيات في الأروقة. حاولنا أن نتأقلم مباشرة كي نحاول أن نمنعهم من هذه المواجهات المباشرة للاعبين مثل فينيسيوس أو رافينيا. يجب أن يكون هناك لاعبان ضد لاعب كي نحميهم، وبالتأكيد مزراوي وجاب كانوا رائعين وحكيمي كذلك، ولكننا تأقلمنا مع تغييرات الخصم. كان هناك فترات الهدف لم يكن أن ندافع 90 دقيقة. فينيسيوس صاحب هدف التعادل لمنتخب البرازيل متحدثا بعد نهاية هذا اللقاء. نتابع.
قبل كل شيء مبروك لكم على هذا الفوز وعلى ما رأيك في هذه المباراة؟ أعتقد أننا بدأنا في الشوط الأول بشكل سيء للغاية وهذا صعب الأمور علينا وتلقينا هدفا وهذا الهدف اختل توازننا ولكننا استطعنا العودة ويتوجب علينا أن نحسن من أنفسنا. هذه أول مباراة ولن تكون هناك أي مباراة سهلة. هل بإمكانك أن تقول لنا ما هو الذي يتوجب علينا تصحيحه في منتخب البرازيل؟ يجب أن نستحوذ على الكرة لوقت أكثر وفي العديد من المرات نحن نجد أننا اليوم لم نستحوذ على الكرة بشكل أكبر وما يتوجب علينا هو العمل لأن المباراة القادمة بعد بضعة أيام. المواجهة الثانية تاريخيا بين الفريقين بعد مونديال 98 سجل المنتخب المغربي المرة الأولى في مرمى المنتخب البرازيلي وفارق كبير بين لقاء 98 ولقاء 2026 اللقاء الذي ربما سيتذكر المغاربة كثيرا بأن كان لديهم الكثير من الفرص الفوز على منتخب البرازيل في هذه المباراة. رومان استمعنا لمدرب المنتخب المغربي السيد وهبي يتحدث عن ما حدث في هذه المباراة وعن التغييرات التي قام بها أنشيلوتي بحثا عن الثنائيات وذكر بأنه تأقلم سريعا هو ونجوم المنتخب المغربي مع هذه التغييرات في المنتخب البرازيلي في الشوط. فعلا هذه إحدى خاصيات هذا المنتخب البرازيلي هو أن يحاول أن يعزل الأجنحة لكي يتمكن من الحصول على وضعيات 1 ضد 1 ثنائيات مباشرة. لم ينجحوا في فعل ذلك في الشوط الأول بالتأكيد. المنتخب المغربي كان منظما بشكل جيد متقارب في الخطوط. حاولوا أن يفعل ذلك بشكل أكثر في الشوط الثاني مع محاولة جلب الأجنحة للاعبين المغاربة لكي يجدوا هذه الكرات في ظهر اللاعبين لفينيسيوس وكذلك ولويس هنريكي الذي دخل في الشوط الثاني كان من ضمن هذه الخطة. نحن تمكنا من احتواء هذه الخطة رغم أنه في بعض الأحيان كان الأمر معقدا وهذا أمر عادي. هؤلاء هم لاعبون من مستوى عال جدا ولكن الأهم هو أننا حافظنا على هذه النتيجة ولم نقبل فرصا كثيرة. اللاعبون الذين دخلوا من الدكة قاموا بالمهمة كما يجب وقدموا الإضافة المنتظرة للفريق وأنا أحسست فعلا أنه في بداية الشوط الثاني كنا قد بدأنا نواجه صعوبات على الصعيد الجسدي وهذا يعني بأن كل المجموعة جاهزة عند الحاجة ومركزة تماما. الكل جاهز فعلا لكي يشارك ويلعب ويقدم إضافته إلى المجموعة عند الحاجة. هذا أمر إيجابي. كذلك المدرب أن يعرف أنه يمكن أن يعتمد على كل المجموعة وكل اللاعبين في أي وقت. من تغييرات المنتخب المغربي هل تأخر في إخراج صايبري في إدخال رحيمي؟ هل كان يمكن أن يشرك الكعبي؟ هي ممكن التغيير بس ده اللي تأخر شوية إنما بقية التغييرات جابت مفعولها وأعادت القوة والتوازن بالنسبة للفريق. عناصر ممتازة خيارات كثيرة خاصة في خط الوسط. هو خلي بالك يا محمد هو قال إيه؟ أنا بلاعب أنشيلوتي برضه فهو متأقلم في الشوط الثاني على ردود الأفعال بتاعته. واتكلم في نقطة مهمة جدا اللي احنا أشرنا ليها بين الشوطين في الشوط الأول وحتة الأطراف وخاصة ناحية فينيسيوس. كان دايما السنتر باك اللي ناحية حكيمي ما بيروحش يغطي في المساحة دي. هو خلاه ديوب في بعض الأحيان في الشوط الثاني بيروح في المساحة وخلى دياز يرجع يساعد حكيمي في بعض الأمور الموجودة في الشوط الثاني. فده التوازن اللي احنا بنتكلم عليه. بدون كرة أدوار اللعيبة بدون كرة محسوبة وأدوارهم بكرة محسوبة. فأعتقد إن الأداء زي ما قلت أداء تكتيكي مقنع والأفكار الهجومية محتاجة وقت. إنما اللي شفناه في الشوط الأولاني من الأفكار الهجومية وأفكار دفاعية بدون كرة وسط الملعب. أنا لازم 100 مرة يا محمد أتكلم على وسط الملعب. العناوي وأيوب قدموا مباراة كبيرة ودول المسؤولية بتاع التوازن لأن المسؤول عن التوازن في أي فرقة وسط الملعب. الدور الاثنين بكرة وبدون كرة لا. أنا عايز أيوب لمس الكرة النهارده كم مرة وعمل فقد الكرة كم مرة ولا مرة 100 تمريرة مباراة مثالية وبعدين متاح لل10 لعيب متاح لبونو متاح على طول لأديوب متاح لحكيمي متاح لمزراوي بيلعب لقدام. انت شلون المغرب تلعب لاعب اكثر عندما تمتلك الكره في خط الوسط. ايوه واستخلاص الكره. هنا كنت شاهد اكثر من تدخل عليه. تحدثنا عن الشوط الاول التدخل كان من حكيمي هذه المره على حكيمي في الشوط الثاني. نفس الفكره ونفس تقريبا نفس اللقطه. يعني برضه طرد على طول في بدايه الشوط الثاني. ده تدخل برونو على حكيمي
وفي الشوط الاول كان تدخل الحكيمي على فينيسيوس. أيوة. نفس في الفكره. رايك انت الحالتين احمر؟ الحالتين احمر. فرناندينيو رايك؟ Não acredito, acho que foi. لا أعتقد أنهم يستحقان الكرت الأحمر. كانت أخطاء ولكنها لا تستحق الكرت الأحمر. أعتقد الأصفر كان يستحقانه ولكن ليس الأحمر. الحكم كان محقا واستقاد القرار الصحيح في اللقطتان. يمكن الاختلاف بسيط محمد، تدخل برونو يعني رجل الحكيمي على الأرض وتدخل تقريبا يعني في منطقة أسفل من حالة الشوط الأول. لاحظ تدخل عنيف صح بس يعني تحت. لقطة حكيمي على فينيسيوس تقريبا رجل مرتفعة أقرب إلى الساق. ماشي. شوي أعلى صح؟ ماشي. الحالتين يا كابتن محمد. الكرة فين؟ الكرة فين؟ الرجل بعيدة عن الكرة، يعني كأنه رايح على الرجل. بص الكرة بتاعت فينيسيوس. هذا تدخل لاحظ؟ الكرة فين؟ راحت فين؟ هل ده لعب على الكرة؟ لا. الكرة بص مع فينيسيوس، الكرة في رجل فينيسيوس اليمين، هو راح على الشمال. زي الثانية بتاعت البرازيل. كرة بس أنا رجل حكيمي شوية مرتفعة كابتن، أعلى نسبيا من كرة برونو. هو تعامل مع الحالتين نفس التعامل. أنا بالنسبة لي أحمر. ده بالنسبة لي. سايس؟ أظن بأنها أخطاء فعلا مخيفة، ولكن أنا سأنضم إلى فرناندينيو في الرأي. في الحقيقة هذا جزء الدوري الإنجليزي الممتاز يتكلم هنا، وتعودنا على مثل هذه التدخلات. بطاقة صفراء في الحالتين يكفي في الحقيقة، ولكن هذه أشياء في يومنا هذا يجب الانتباه لها بالتأكيد مع نظام تقنية الفار. كل شيء قد يتغير في رمشة عين في الحقيقة، وهذه أشياء يجب في المستقبل الانتباه إليها ومثل هذه التدخلات، لأنني أعتقد بأن الحكام أيضا يدرسون تماما المباراة وينظرون إلى ما يحدث ويلاحظون كل شيء ويحاولون تحسين قراراتهم كذلك. لذا ربما في مباراة أخرى لن تمر هذه اللقطة دون أي نتيجة، لذا كانوا محظوظين اليوم، ومن حسن الحظ انتهت المباراة 11 لاعب لكل فريق. المغرب يتبقى له مباراتان مع اسكتلندا وهايتي، متفائل بصدارة المجموعة. المباراة الأولى كانت هي المباراة الصعبة أمام منتخب برازيلي، حققنا فيها التعادل، واخا كنا كنشوفوا اننا كنستحقوا الاستنشار حيت حنا اللي شدينا كره وحنا اللي لعبنا قدمنا واحد لاعب ممتاز، فكنتمناو نفوزوا في المباراة الثانية والثالثة ان شاء الله ونتصدروا المجموعة. الشوك الافريقي خرطوا على اللاعب المخضرم سي زين الدين زيدان. قال لك سيدي الاسطوره الجزائريه كانت كتشجع البرازيل. اولا زين الدين زيدان راه اسطوره فرنسيه، طب ولدو اللي كيلعب في المنتخب الجزائري حيت ما لقاش شي بلاصه في فرنسا وكنلقاه ما غاديش يلعب لكم في الجزائر. كحبيتو ولا كرهتو هذا الكلام صحيح. واحد القضيه اخرى اعزائي، اسكتلندا راه هزمت هايتي بواحد الهدف لصفر. هذه القضيه كتعني انه ضروري على المنتخب المغربي ولا حتى البرازيلي خصهم يقضيو على هاد اسكتلندا. وذاك المنتخب ديال هايتي راه منتخب خطير. اتانسيون مرة اخرى مبروك علينا التعادل، واخا شي وحدين عياو ما يبخروا وعياو ما يضربونا بالعين وعياو ما يلبسوا في الاقمصه ديال المنتخب البرازيلي ويغوتوا امام الشاشات وفي الملاعب. سيدي ربي نصرنا، والمزيد ان شاء الله من الانتصارات للمغرب، والسلام عليكم.